السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنسونيش من اللايكات ومن التعليق تعبروا بيه على الراي ديالكم. وندخلوا البنات، ما نطولش معكم، ندخلوا ديريكت للموضوع، ندخلوا للسخون مع هاد الديوتي الهاتر على اللايف ديالو البارح. انا ما شفتوش البارح، كيف فقت اليوم من الناس يلاه فطرت شفتو، عصبني الكلب الديوتي ديال اليوتيوب، الهاتر اللي ديما داير فوادو قدامه، داير داك ساك مران كيحطو قدامه ويدير الكرسي ويجلس يتبجح على لاله. اللي داك الفواد من خيرها، داك الفواد كبروا بالشدوقه ديال الخبز اللي كانت كتجيب ليه من العراسات، الله يلقى ليه فهاد النهار. ايوا قال لك جوهره ما كتحشمش حيت هو وجه الحيه، هو كيحشم وجالس كيتبجح لينا. السريعه مثال المراه السريعه تحتدي بها اي امراه مغربيه. لا خويا لا، شكون قالك؟ حنا المثال ديالنا بحال حليمه الفيلالي، مطبخ تيما، بحال هادو اللي كنتمناو نكونوا بحالهم. وبزاف المراه المناضله والمراه المكافحه مع وليداتها، هادو المثال المراه المغربيه، ماشي الشيطه على حبابها. الكلبه الصاروفه اللي كانوا مجموعين عليها، الكلاب الصاروفه، حتى لقات كلب ديوتي قالت اللهم كلب واحد ولا مجموعه ديال الكلاب. الله يغبر لبابك الشقف. قال لك نساتو العالم. ولا نعرف نساتك العالم يبانوا من فيديوهاتك. كراكم كديروا لنا فلوغات كتساراو في المغرب، كديروا لنا غير الطاقه الايجابيه، وكيبان لينا الضحك ديالكم والخروج. ماشي كل نهار داير كرسي وراجع كتقابل مع لالاك سعاد كل نهار. اشنو زعما باغي تبين؟ انت هو اللي غتقول لينا شكون المراه الشريفه وشكون المراه. انت يا ديوتي، انت اللي غتقول لينا علاه انت شكون. رجل الحقيقه، وانت اكبر كذاب، وانت اكبر شماته، وانت اكبر ديوتي. وراه بطبيعه الحال هذيك راه الصندوق الاسود ساتر عليك، وهذيك راك معاها في المحكمه. طبيعي جدا، هذيك غتشكرها، وهذيك غتبدا تمردس بها، كتمردس في راسك يا العيفه يا الهاتر. على ما كتقولش هذيك راه باقي بيني جامعين لنا الاولاد. نقول لك واحد القضيه، ماشي صافي حيت تفارقتوا صافي، راه كاين بيناتكم 4 الاولاد. من هنا يعرفوك الناس باللي ديوتي. واش كاين شي واحد كيخرج يقول هاد الهضره لموت ولادو، ماشي مرتو، موت ولادو، واخا تكون مطلقها. هي الكلبيه الديوت. لبنى مثال المراه، وهي الام الحقيقه اللي ولدت شهر طيحت التربيه وخلاتها كتموت بالجوع. ماشي تا ديالها الام السيليكونيه، هذه هي الام الحقيقيه. والام حقا مولات 18 عام، هذيك هي الفاسده. الله يغبر لبابك الشقف. علاش هذيك ما كانتش كتكون مع ولادها؟ وراه حيت كانت سعيد، فيها راجل، فيها مراه، كتخرج كتجيب لكم طرفه الخبز، وانت كنتي الضاويه اللي في الدار مقابله الدراري وكتزرع فيهم الحقد على امهم. ولكن راه كيف قتلتي كيف تموت. كون متاكد شتي داك السخط اللي زرعتي في البنات تولاو هكذا دايرين مع امهم، ان شاء الله الولاد غيكونوا اكبر مساخيط معاك ان شاء الله، وغادي تشوف. كون متاكد. وماشي غيخرجوا يضربوا فيك في اليوتيوب، لا، غيكونوا يصلخوا جد دمك. حيت ديك الساعه غتكون بدا الفؤاد كينقص، وبديتي كتجلد وبديتي كتشرف، وهما يلاه كبروا. وراه ما كاينش شي ولد كيقبل هاد الهضره على الام ديالو. تكون كيف ما بغات تكون. كون متاكد هما اللي غيوليو يبزلوا لك الحناك ويبزلوا لك العينين وتخرج بهم زارقين اليوتيوب. وديك الساعه حتى حنا غنشجعوا سخط الوالدين، حيت غنبقاو مع الجهه اللي حاسين بها مظلومه ومقهوره، وغنشجعوا ديك الساعه سخط الوالدين ملي غتبان لينا عينيك بزلين. الله يغبر لك الشقف. حقا ما مهتمش بولادها، كدير في اللايفات هي اللي ما مهتماش بيهم. على اللايف شحال كدير فيه؟ نص ساعه، والنهار شحال فيه من ساعه؟ 24 ساعه. ديك نص ساعه هي اللي ما مهتماش. طبيعي ما خصهاش دير لايف قدامهم ما يسمعوش ديك الهضره. باقيين صغار، باقيين ما كيفهموش. اللهم تخرج الطوموبيل حتى باب الدار نص ساعه وغترجع لدارها. يعني ماشي شي حاجه عليا كتضل من 6 الصباح ل 6 العشيه، ولا كتضل من 6 العشيه ل 6 الصباح، ولا كدير اللايفات بحال دوك العقيصات اللي كيدافعوا عليكم. اللايفات ديال نصاصه الليل، من كل وحده تعنق ولادها وراجل عندهم ما يخرجوا، عادهم يسخنوا بالبيرات وبالجوانات ويخرجوا يتنابحوا كي الكلبات. انت راك ولادك ما كتشوفهمش باش ما تعطيهمش الصير ديالهم. راه لو كنتي كتعطيهم مصروفهم بالمخزن غيجيو يبقاو عندك نهار اولا يومين في السيمانه. انت راه حارم راسك من ولادك على قبل ميمي، على قبل الفلوس.
خاص البنادم اللي كيتفرجوا فيك يستوعبوا هاد القضيه. حاربهم على قبل ميمي، لو كان كتعطيهم مصروفهم الشاري من حقك تجيبهم، وانت اللي كتهضر بحال هاد الذبيحه هاد الحولي. والله ما يدوز ليا انا بلا وليداتي بلا وحدي. الا ما جبتهم وجلستهم وتا هما عطيتهم، كون مشيتي قلتي لا عطيهم ليا ما غتعطيهمش لك، على الاقل دير عليها الحجه. باز لوجهك، باز لك، وباز للناس اللي كيتيقوك. والبنات سمحوا لي اللي كنت كنعير، كيعصبني. راه كنحاول ندير فيديو بلا ما نعير، ولاني كغدير حتى مع من كنتعاملوا مع الوسخ، كغدير الهضره الخايبه ما غتخرجش لك من فمك مع هاد الجنس. ويلي ويلي ويلي. قال لك الدراري حقه هو عنده مشاكل، عنده بزاف المشاكل، اهتمامات اخرى ما يقدرش يهتم بهم. حقه كيقول هما رجاله، راه مع الام ديالهم. ويلي وحدي على هذوك، هي والداهم بوحدها، هي زي ما عندهاش مشاكل وما عندهاش التزامات، وكيف ما كان الحال حاضنه على ولادها. ورا منهن راه هاد النقاط كيبينوا للناس المعدن ديالك. نقول لك علاش ما تقدرش تجيبهم؟ لا، ما غيدخلوش لك ميمي، ما غيدخلوش لك فلوس، وما وليدات صغار ماشي بحال الباترونات اللي معاك الهبيله والباترونات الكبيره، هذوك راه ما تفرجتش فيهم. والمسخوطات العاقات راه ما بغاتش تدخل لهم واحد النقطه، كيقول لك حقا منا ما رباتناش كانت كتعطينا. راه هادوك اللي كانت كتعطيكم ليهم كانت كتخلصهم بالفلوس هي. لو كان ما كانوش كيشدوا الفلوس من عندها ما كانوش غيشدوكم، يعني كانوا كيشدوكم بالاجره. جداكم متباكم كانت كتشدكم بالاجره، ديك الاجره اللي كانت سعاد منين كتجيبها من صهير الليالي، من الحنه. وراه كيف ما كنقول لكم ماشي موظفه ولا خدامه بقرايتها، خدمتها سهله، خدمتها صعيبه، محنيه متكيه على رجلي العيالات تحني ليهم. وتخيلوا شحال غتشد باش تجمع المصروف، باش تجيب فلوس وتعطيه للعقروشه ديال جداكم اللي كتقول عطاتكم الحنان مقابل الماده. ومرت باكم اللي كتعناو بها نتوما وباكم باللي زوجة الاب المثاليه طبيعي ما غتصرفش بحال الام ديالكم. الام بطبيعه الحال ملي كتشوف الغلط راه غتهضر، غتغوت، ما غتبغيش شي حوايج ماشي هما هادوك. اما هي لا، هي راه تشوف الغلط غتقول، غتصفق ليكم، غتشجعكم، غتمشي معاكم على حساب داكشي اللي نتوما باغيين باش تعجبكم، حيت هي خاصها تكسبكم وديركم في يديها سلاح تضرب به همكم يا الكوانب. وليني بالفعل كيف ما كيقولوا باقي المراهقات، غير هي ديك الشيط على حبابها وحلوا في الغيس. خصهم يديروا في بالهم واحد النقطه، راه هاد البنات عاوتاني ملي غيكبروا راه العقليه ديالهم غتبدل. الا كانوا بنات نيت ما كانوش داتهم الهويه لشي طريق اخرى، راه غيبداو يدوروا في السينتا ويبداو يعرفوا كل كلمه كانت كتقال لهم اشنو كان المعنى ديالها. اما دابا راهم جارهم الريح وطاحوا في هاد الشيطان اللي اثرت عليهم بكلامها. طبيعي كتشوف بنو حميره شحال ديال الناس كيصدقوا الاكاذيب ديالها ومشاو معاها وكيتيقوها، وعاد بنات اللي عايشين معاها مراهقات باش بالتشيطين وبالكذوب ديالها. حيت الانسان الكذاب راه كيكون عنده فل الكلام، حيت ديما كيدخل في كذبه كيخرج بكذبه، دائما حياته كلها كذوب. اما الانسان الصادق كيكون ديما محاصر في الحقيقه، يعني كيدور في ديك الحقيقه اللي كاينه. هذاك الشيء اللي كاين كيبقى يقول فيها كاين وها كاين، ها كاين وها كاين. اما الكذوب راه بحر، كذبه تخرجك وكذبه تجيبك، وراه سيدي ربي يحصلك. وان شاء الله قد ما طال الزمان هاد الشيطان غتحصل. علاش؟ حيت ماشي كتقول انا تزوجت وانا هادي، لا ماشي بحال هكا. انا فين كنت غنكون متضامنه معاها ونقول تزوجات على سنه الله ورسوله، هي كون مني تزوجات جات دخلت سوق راسها كدير فلوقات كدير طياب، ماشي تجي وتبدا تتعاطى مع واحد المراه وتبدا تاثر على وليداتها باش تفرقها عليهم، باش هي تكسبهم وتمتن بهم جواجها ويكونوا معاها. وفين ما تهضر تقول انا مثال الام ومثال المراه، شوفوا غير البنات هما معايا، وبزاف د الحوايج. وسيدي ربي ما يبغيش بحال هكذا، والله ياخذ فيها الحق في هاد العواشر. وسمحوا لي البنات الا شويه كنعير، كنتعصب، كيعصبوني وحق الله العظيم. ملي كنتصنت ليهم حيت ما خصكش تشوف الكلمه، كتشوف ما وراء ديك الكلمه، ديك الهضره اللي كيقولوا علاش كيقولوها. راه الانسان كتشوف عاوتاني الافعال، ما كتشوفش الهضره ديالو، كتشوف افعاله. قالت لك هي ماشي عاهره، هي انت اكبر عاهره. العهر كتخرجيه من فمك، انت عاهره بلسانك، كديري الفتنه بلسانك، وحتى هذيك راها عهر. انت اكبر عاهره، عاهره اليوتيوب هي انت.
كتبجح بالعهر ديالها. صافي قال لك هي وصلت القمر. هاد اليومين فاضحه انا بالبوستات كنعيش السعاده. صافي وصلت القمر. صافي كدير لنا شي اختراع في القمر، والمنتقدين في الارض كطلع عليهم كتشوفهم خاصهم يرتاقوا يطلعوا عندها، يطلعوا الفساد ديالها. الله يغبر لباباك الشقف. ها انتم كنحاول ما نعايرش كنحاول ما نعايرش والله ما عابرين لك المنتقدين شبعانين في يما كعسه. كيف ما قلت لك جفه في اليوتيوب كياخذوك كيشفوا بك القناه ديال اليوتيوب. وصلات فين وصلتي؟ راك هادشي انت اللي كتقولي وصلتي يلاه بديتي هالشارفه عندك 40 عام. هادشي كدير وحده يلاه عندها 17 عام. هاد الحياه اللي انت دابا كتقولي انا وصلت، انت يلاه بديتي هكا تقولي انا وصلت باقا ما قطعتيش الواد ونشفوا رجليك. هادي حياه ديال بنت عندها 17 عام يلاه بدات، يلاه غتبدا تولاد وغتبدا ويلي وليتي هاد البنت اللي يلاه تزادت تمشيو معاك على حساب الهضره اللي كتقولي. نهار غتكون عندها 17 عام شحال غيولي في عمرك انت يا الشارفه؟ الله يتبع لباباك البلا. والمهم البنات يلا بسلام عليكم، الفيديو اخر ان شاء الله.